السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جاية احكي لكم قصة جديدة، قصة اصحاب الكهف. ويلا بينا نبدأ. كان يا مكان يا سادة يا كرام، وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. في زمن بعيد قوي كان في بلد الملك بتاعها ظالم. الملك ده كان متكبر لدرجة انه كان بيقول للناس مفيش اله غير الاصنام دي، اللي ما يسجدش ليها يتعاقب. وكان بيجبر الناس كلها تعبد تماثيل حجر. بس في شوية شباب مؤمنين بربنا، قلبهم مليان نور وإيمان، كانوا رافضين يعبدوا غير رب واحد هو اللي خلقهم وخلق السماء والأرض. وكانوا عارفين إنهم مش هينجوا من الملك الظالم ده، وقالوا لبعض في السر احنا مش هنكفر بربنا حتى لو اتقتلنا. وفضلوا يقولوا للناس في بلدهم انهم ما يسجدوش للأصنام ويعبدوا ربنا، بس لحد ما أخبارهم وصلت للملك الظالم، وأمر جنوده بالقبض عليهم وقتلهم. وفضلوا يدوروا على مكان آمن يعبدوا فيه ربنا بعيد عن الملك الظالم الكافر ده. فضلوا ماشيين ماشيين لحد ما تعبوا جدا، والشمس كانت مولعة في السماء. وفجأة شافوا كهف كبير في الجبل. فقال واحد منهم يلا نستخبى هنا شوية نرتاح وندعي ربنا يحمينا. دخلوا الكهف وقعدوا يدعوا ربنا من قلبهم، وقالوا يا رب احنا سيبنا اهلنا عشانك، فاحفظنا من الملك الظالم واهدينا للطريق الصح. وربنا استجاب لدعوتهم وخلاهم يناموا نومة عجيبة جدا. مش يوم ولا اسبوع، ده كانوا نايمين اكتر من 300 سنة. ولكن كان معاهم كلب فضل قاعد على باب الكهف يحرسهم. وربنا خلى أجسامهم تتقلب عشان يحافظ على صحتها وهم نايمين. وربنا أمر الشمس كل يوم لما تيجي ناحيتهم تميل عشان ما تزعجهمش بنورها. عدت سنين وسنين والملك الظالم ده مات، والناس اللي كانت بتعبد الأصنام راحت، وجيل جديد جه كل مؤمن بالله. وفي يوم من الأيام بعد 300 سنة وأكتر، ربنا صح الشباب دول من نومهم. واحد منهم فتح عينه وقال وهو بيتاوب احنا نمنا قد ايه يا جماعة؟ يوم ولا نص يوم؟ رد عليه التاني وقال له شكلنا نمنا كتير، بس اكيد مش اكتر من يوم. بدأوا يحسوا بالجوع وقالوا يلا نبعت واحد يجيب لنا اكل، بس يخلي باله محدش يشوفه. نزل واحد منهم للسوق ومعاه فلوس قديمة من أيام الملك الظالم، واستغرب جدا من شكل المدينة لأنها كانت متغيرة جدا، ومن شكل الناس ولبسهم. ولما راح يشتري الراجل ده، الراجل اللي بيبيع بصله وقال له باستغراب هو انت جاي منين؟ الفلوس دي قديمة جدا، دي مش بتاعة الزمن ده. الناس اتجمعت حواليه وسألوه كتير، ولما قال لهم قصته الناس اتصدموا خالص وراحوا بيه للحاكم الجديد، وكان راجل مؤمن. ولما سمع القصة مشى معاه للكهف بنفسه عشان يتأكد. ولما وصلوا هناك شاف الشباب التانيين، والكل فهم ان دي كانت معجزة من ربنا عشان يثبت للناس ان البعث بعد الموت حقيقي، وان ربنا قادر يصحي الناس من موتها زي ما صحى اصحاب الكهف من نومهم. بعد ما عرفوا الحقيقة الشباب شكروا ربنا ودعوه وقالوا يا رب تقبل منا وثبتنا على الإيمان. وبعديها ماتوا. ودي كانت نهاية قصتنا. وبس كده، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. مع السلامة.